البجاحة ليها ناسها واللي اختشوا ماتوا. دي صورة خيري وبدوي ورشاد، كلنا عارفينها والموضوع قديم بس بيتجدد النهارده، والموضوع سلسال وملوش اخر. منه تخش على الهتاف لشيكابالا، ومنه تطلع النهارده على اعتذار فتوح، والحكايه ما بتنتهيش ما بين نظريه المؤامره وما بين اختراع الاعذار الواهيه، والكل بيتآمر علينا والكل ظالمنا. اخدك من هنا اوديك للتسريب الصوتي لمحمد معروف وحكايته مع محمد هاني اللي هكلمك عليها، واعتذار فتوح المهم جدا جدا، واللي هياخدنا على اسرار وحكايات في الحلقه دي يا جماعه مهمه جدا جدا. في بدايه الحلقه بطلب من كل محبي ريمو سيمو ومتابعينه اللايك المتين. عايزك تدي لايكات في الحلقه دي توصلها للسما وتفرقع، علشان النهارده هحكي لك حكايه اللي اختشوا ماتوا. ما هم ماتوا. اشتركت في القناة؟ اشترك في القناة عشان انا نسيت، ودوس على زر الجرس، وتعالى اقول لك على حكاية النهاردة اللي اتجددت، والزمالك اللي بيطلب 600,000 درهم من الامارات. ليه يا عم؟ هو احنا مش خدنا عفو رئاسي؟ مش اديتونا عفو خلاص؟ ادونا الفلوس. طب ليه يا عم الفلوس ما يدفعهاش بدوي وخير ورشاد؟ هم مش بلطجوا؟ هم مش اتفتونوا؟ هم مش عملوا شغل العصبجية هناك عند الناس؟ مش هو ده اللي حصل؟ ولا احنا بنجيب من دماغنا؟ مش يتحكم عليهم يعني يتحاسبوا، يعني في حساب وفي عفو رئاسي، يعني هم مدانين. وطالما مدانين ما يدفعوا الفلوس دي فلوس فكه. ده احنا صارفين ملايين في الصفقات اللي احنا مش عارفينها رايحه فين وجايه منين، وتقولوا ما معناش. امال بتطلب ليه 600,000 درهم؟ يجيبوا كام دول؟ يجيبوا كام بالنسبه للصفقات اللي احنا فيها؟ بس زيزو هو اللي جعان، وزيزو هو جعان بس زيزو جعان كوره. مش انت عايز كلمه الحق؟ اسمعها مني ووصلها لكل الناس. هو زيزو جعان كوره، زيزو جعان بطولات، زيزو جعان تاريخ، زيزو جعان كاس العالم اللي عمره ما شافه ولا عمره دق طعمه، زيزو جعان دوري ابطال اللي ما يعرفش ريحته ايه ولا شكله ايه ولا طعمه ايه. هو جعان فعلا، هو جعان وجاي من بيت جوع. ما تخلينا صراحة، ما هو بيت الجوع هو اللي بيعمل كده، هو اللي بيمد ايده لما فضحنا عند كل، مش في مصر بس في العالم. وانا بقولها دي ابدا مش تصرفات مسؤولة. تصرف المسؤول اعاقب، خاصة ان الاداري اللي عندي ما بقاش اداري دلوقتي. مش هو ده، احنا دلوقتي في زمن الادارة السليمة والمنهجية بتاعت جون ادوارد. طب يا عم جون ادوارد فتوح بيعتذر، هنقبل اعتذاره؟ هتقول لي لا ما تتجناش عليه، ده احنا في عرض لعيب، ده احنا ما اعرفش ايه. هقول لك اصبر. هقول ما احنا طول ما احنا ماشيين ورا ده ومش ماشيين ورا ده عمرنا ما هننفع ولا هنشوف خير. وبص ده شوفوا بيعمل ايه وما تتريقش عليا، عشان اللي بقوله صح وهتشوفوا. انا عشان قلبي على التيشيرت ده وقلبي على الزمالك انا بتكلم كده. انا لو مش قلبي على الزمالك ومش بشجع الزمالك زي ما انت عايزين تقنعوا الناس، علشان الكلمه اللي بنقولها بتكسفكم وبتحرجكم قوي، وصلوها. كل اللي شايف كلامنا كلام حق. بحب ريمو وسيمو وهم البريمو في الكومنت. كل اللي شايف كلامنا كلام حق يدعمنا قصاد الهجمه اللي احنا بنواجهها ليل ونهار علشان بنقول كلمه الحق. نرجع لموضوعنا. شيكابالا جه في المدرج، الجماهير سابت المباراه وسابت الحال والمحتال، سابت تشجيع اللعيبه وقعدوا يقولوا شيكا شيكا شيكا، وهو يعظم وبتاع، والدنيا فكت وبقت فوضى واتعادلنا مع المقاولين. ايه رايكم؟ بتتريقوا على الاهلي انه غلب فاركو ب4. شوف البجاحه ليها ناسها ازاي. ما انا بقول لك في البدايه وفي الوسط وهقول لك في النهايه البجاحه ليها ناسها ازاي. بيتريقوا على الاهلي ويقولوا علينا متزملكين، بيتريقوا على الاهلي اللي غلب 4 فاركو ويقول لك اصل فاركو دي مش فرقه. امال المقاولين اللي فرقه؟ تعال احكي لي عن المقاولين اللي طالع من الدرجه الثانيه، احكي لي عنه يا اخي. ده فاركو كان بيلعب السنه اللي فاتت في الدوري، ده طالع من دوري المظالم.
وانا جايب البرازيلي والسامبا والمعرفش ايه اللي عمال يرقص ويحنكش، واحنا بنلعب في الحاره. هو احنا بنلعب في الحاره بالكوره الشراب؟ مع احترامي المهاره مطلوبه وزي الفل، بس ما احنا دقناها، ما كانت قاعده في الملعب. ما هوش السعد كان قاعد في الملعب وتعادلنا. بعد اذن حضرتك يا كابتن شيكا، انت اعتزلت، اعتزل الاضواء شويه، ما تجيش تشغلنا وتشغل الجمهور عن وتاخد اللقطه. يعني انت مش راحمنا من اللقطه وانت في الملعب وانت بره الملعب. ضحكتوا علينا وضحكتوا على اللي ماشيين ورا ده، عملتوه اسطوره ومشيتونا وراه ونسيتونا البطولات، نسيتوا الزمالك طعم البطولات، نسيتوا الزمالك طعم الفوز. بقى الفرق ما بيننا وما بين الزمالك بين الاهلي زي الخروقه، بقت فجوه قد كده. بقى هو كسبنا 200 قد ايه ماتش واحنا في الايه. هات كده الاحصائيه وقول لي بالذمه دي تبقى قطبين. احنا بنصبر نفسنا، احنا بنضحك على نفسنا. فكر بعقلك شويه، فكر بعقلك، ما تخليش حد يستهيفك ويضحك عليك ويقول لك مظلوميه ومؤامره. مؤامره ايه ومظلوميه ايه؟ ده الاهداف اللي اتلغت والحالات التحكيميه اللي حصلت للنادي الاهلي اللي غلب 4 في فاركو كانت هتطلعه 6-7، وانا مش عارف اتعادل اغلب المقاولين، وطالع المدير الفني يقول لك احنا ما اتغلبناش، احنا اتعادلنا. يغمى عليا ولا يجرى لي ايه؟ ده الزمالك، ده الزمالك، انتوا عارفين يعني ايه ده الزمالك؟ دي فرقه كبيره، ده منافس للنادي الاهلي، دي فرقه كبيره. انتوا بتقولوا على نفسكم زملكاويه؟ انتوا راضيين الهوان والهزيمه وتقول على نفسك زملكاويه؟ عايز تفضل تعمل لاعب اسطوره لكن النادي يبقى في الحضيض؟ مش مشكله، انت مالك؟ احنا نتعادل، احنا نتغلب، بس مالكش دعوه انت. هو ده اللي انتوا فالحين فيه، هو ده. مش هبطل اقول الحق، مش هبطل اقول للغوله عينك حمراء في عينك. من حقي، من حقي ان اقول اللي انا شايفه، مش هتكمموا افواهنا. تسريب صوتي لمحمد معروف عن طرد وواقع طرد محمد هاني. كلنا شفنا محمد معروف لما طرد محمد هاني، وكلنا بنستعجب وبنقول هو طرده ليه؟ هو كان ماشي بسرعه، لا ضيع الوقت ولا عمل حاجه غلط، ولقيناه اشهر له الكارت الاحمر بنرفزه كده. والصراحه من ملاحظه اي حد بيشوف الماتش، حكم محمد معروف كان متنرفز، كان في حاجه غريبه كده ما نعرفهاش هي ايه، ولكن ده اللي انا لاحظته من غير واقعة محمد هاني ولا من غير طرد محمد هاني. ولكن اللي عندنا هنقوله بما يرضي الله، حكايتين، حكاية محمد معروف وحكاية محمد هاني. نبتدي بحكاية محمد معروف اللي قال ان محمد هاني تحداه وانه اهان لجنة التحكيم، واللي قال عليهم انتوا كلكم حكام كفتة. وقال كده امتى؟ بيقولوا هو طالع، انا ما شفتش وهو طالع كان بيتكلم، هو كان طالع بيجري، ده اللي احنا شفناه، بس احنا بننقل كلام محمد معروف. وقال له انت ما تقدرش تديني كروت وما تقدرش تطردني واحنا ما اعرفش ايه. ده كلام محمد معروف، واللي لازم طبيعي ان هو يقوله علشان يبرر الكارت الاحمر. مش بنتدخل ولكن بنعرض وجهتين النظر عشان ما حدش يقول انت مع حد ضد حد. ناخد كلام محمد هاني ونشوف مين الاقرب للحقيقه اللي هتتضح خلال يمكن ساعات او ايام قليله من التحقيقات اللي هتوضح من التسريبات الصوتيه ومن التسجيل، وكل حاجه هتبقى على عينك يا تاجر. محمد هاني بيقول ان محمد معروف كان بيعامله باسلوب غير لائق، وقال له ما تجيش جنبي يا هاني، ما تمشيش جنبي وما تعديش، لو جيت جنبي انا هديك الكارت الاحمر. قال له انا ما عملتش حاجه، انا كابتن الفريق، بتكلم بصفتي كابتن الفريق. قال له ابعد عني يا هاني، انا عرباوي. مش عارف ايه عرباوي دي، هو افتكروا بدل محمد هاني محمد رشدي ولا ايه، فقال له انا عرباوي وحشاني الصنيوره والكلام ده والقوره، فقال له انا عرباوي. ما اعرفش يعني ايه عرباوي، بيظهر يعني ان هو دم محامي او حاجه زي كده، وبيهدده يعني وانا هطردك وبتاع. وفعلا شفنا الطرد اللي جاي بشكل يعني متسرع كده وبتاع، وما عرفناش معناه وما عرفناش هو كان ايه الموضوع. فرقه غالبه 4-1، بيقول لك كان بيضيع وقت. انا نفسي في بدايه الامر قلت بس هو كان بيضيع وقت فخد له كارت. بعدين اتفرجت على المشهد، هيضيع وقت ازاي؟ يعني هو هيضيع وقت وهو غالب 4 ليه؟ ليه يضيع وقت يعني؟ مش فاهم يعني، هو كان مغلوب مثلا، فكلام مش منطقي خالص. دي كانت حكاية محمد هاني. نيجي لآخر حكاية معانا وهي حكاية فتوح. فتوح بعد ما عمل كل ده بيعتذر. تمام العفو عند المقدرة واحنا مسامحينه، بس ايه علاقة سماحنا
بعقليته اللي مش هتتغير، خاصة انه كرر الموضوع مرة واثنين وثلاثة واربعة. هو مش يمكن عشان المصيف خلص يا جماعة وحفلات الساحل خلاص خلصت ومفيش نجوم هو بيحبهم فخلاص فبيعتذر؟ يعني مش ممكن نفكر في حاجة زي كده؟ مش ممكن لما احنا نفضل كده نسامح الموسم الجاي برضه يروح يحضر برضه حفلة ويجز ولا اي حاجة ولا بهاء سلطان؟ يعني مش ممكن. الشغل شغل والقانون قانون واللائحة لائحة وتتنفذ على الكل زي المسطرة، ما فيهاش كلام دي يا جماعة. ما تشوفوا النادي الاهلي بيعمل ايه يا جماعة. مش هنخترع العجلة، هي موجودة مخترعة موجودة، احنا ممكن نركب لها زمارة نركب لها كشاف نجيب راديو ونمشي نتسلى بالعجلة، لكن العجلة مخترعة وموجودة مش هنخترعها من اول وجديد. النظام نظام. اتمنى ان الاستاذ وكابتن عبد الناصر محمد والاستاذ جون ادوارد يبقوا على قدر فهم هذه المسؤولية، لان نادي الزمالك نادي كبير، نادي عظيم، نادي ما ينفعش احنا تعادلنا وما ينفعش احنا معرفش ايه وما احسن من ايه وافضل اجرب في اللعيبه اللي انا دافع فيهم ملايين طول الموسم علشان الموسم الجاي بقى نتدرب والموسم اللي بعده بقى نبتدي ناخد بطولات تكون اللعيبه مشت، تكون اللعيبه خلصت عقودها وبنتفاوض من اول جديد ودوريني يا لمونه يا لمونه دوريني وما ناخدش لا حق ولا باطل مع الناس دي. انا كجمهور الكلام ده ما يعجبنيش وبعبر عن رايي. حضرتك عاجبك كده اشتريه وكله وانت حر، انت حر. افضل بقى اقبل الفشل، اقبل انت تبقى رقم من 2 ومن رقم 2 ل3 ومن 3 ل4 بس انا اكبر قلعه في مصر. طب يا ايه يا عم في اكبر قلعه في ايه؟ قول لي اديني اماره. لا مفيش، هو كده ما تقدرش، ما تقدر، هو كده. كانت دي حلقتنا النهارده من البريمو مع ريمو السيمو. اتمنى ما اكونش طولت عليكم في الحلقه دي، اتمنى اكون كان كلامي خفيف على قلبكم. لو زعلت حد من كلمه حق يعني مش عايز حد يزعل مني، بس في نفس الوقت مش هقدر اقول غير اللي انا شايفه واللي انا مؤمن بيه. والى اللقاء في حلقات قادمه باذن الله.